إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غفر الله لعبد كبر ورفع صوته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غفر الله لعبد كبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غفر الله لعبد كبر ورفع صوته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غفر الله لعبد كبر. أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا
إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا غفر الله لعبد كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا غفر الله لعبد كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله وما نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غفر الله لعبد كبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. غفر الله لعبد كبر ورفع صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. استووا واستقيموا إلى الصلاة. صلاة العيد كالتالي أيها الإخوة. في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. ما بين كل تكبيرة وتكبير نقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في الركعة الثانية أيضا 5 تكبيرات. ما بين كل تكبيرة وتكبير نقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وخطبة العيد تكون بعد الصلاة بإذن الله. استووا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما هلل حاج لله وكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد معاشر الإخوة الأكارم، إن يوم الأضحى المبارك يوم عظيم لدى المسلمين، فما هي أحداثه وماذا جرى فيه من أحداث مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الأحداث كانت في منى، حيث يتواجد حجاج بيت الله الحرام اليوم ليرموا جمرة العقبة. والذي حدث مع إبراهيم عليه السلام أنه لما بلغ من العمر 86 عاما رزقه الله عز وجل بمولود فسماه إسماعيل. وهنا أيها الإخوة الأكارم، بعدما رزق بهذا الغلام وبلغ معه السعي أتاه الاختبار العظيم من الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا أيها الإخوة الأكارم ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين. لا بد لكل نعمة ينعمها الله عز وجل من امتحانات للعبد، ولا بد من كل منحة محنة. ماذا يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل يذهب ليقص رؤياه على مفسر ليفسرها له؟ لا، لأن رؤيا الأنبياء حقا. فماذا يفعل؟ لا بد أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى ابنه وقال له بأنه يريد أن يذبحه. موقف عظيم وصعب وجلل. فماذا يقول الابن لأبيه؟ ماذا قال إسماعيل الغلام الصغير لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له أصابك جنون أتريد أن تذبحني؟ ما هذا الأمر؟ لم يقل له هكذا، إنما قال له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا خطاب الأب لابنه وخطاب الابن للأب. قال له يا بني صيغة تصغير تفيد الرحمة والرأفة، فرد الابن على الأب بيا أبت بتاء التعظيم للأب حتى يمتثل هو وأبوه لأمر الله سبحانه وتعالى. فما كان من هذا الغلام إلا أن أوصى أباه قائلا: يا أبت إذا أردت أن تذبحني فاشحذ السكين جيدا حتى لا تتأخر في تنفيذ أوامر الله عز وجل، وحتى إذا ما قمت بذبحي لا أتعذب بالذبح فتأخذك الرأفة فيه فتتوقف عن تنفيذ أوامر الله تعالى. يا أبت إذا أردت أن تذبحني فاذبحني من قفاي ولا تنظر إلى وجهي حتى لا تتأخر عن تنفيذ أمر الله عز وجل.
شد وثاقي يا أبي حتى لا تضطرب أضلاعي وجروحي إذا ما ذبحتني فأتألم في ذبحي. هذا موقف عظيم، وتلك هي وصايا الابن لأبيه حتى ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فلما وضع الغلام وشد وثاقه وأحكمه وأتى بالسكين التي من شدة حدوديتها لو قطعت بها الهواء لقطعته، فلما وضعها على رقبة ابنه وقفت السكين ولم تتحرك، لأن الذي أمرها بأن لا تتحرك هو الله سبحانه وتعالى. ويحاول إبراهيم عليه السلام أن يذبح فلا يستطيع، لأن الله عز وجل أتت أوامره من السماء أي يا سكين توقفي عن الذبح فتوقفت. وهنا معاشر الإخوة الأكارم في سير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو ابنه إسماعيل ما كان من إبليس إلا أن يعترض طريقه فيقول له: ماذا تريد أن تفعل يا إبراهيم؟ قال: ذاهب تنفيذ أوامر الله عز وجل. فقال له: أتذبح ابنك؟ فما كان من الخليل إلا أن رماه ب7 حصيات التي ترمى اليوم من حجاج بيت الله الحرام. بعد أن توقفت السكين عن الذبح ما كان من الله عز وجل إلا أن أمر أمين وحي السماء جبريل عليه الصلاة والسلام شاقا 7 الطباق نازلا إلى هذه الأرض المباركة آتيا بذبح عظيم قائلا من الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، إنا كذلك نجزي المحسنين. فما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن قام بهذا الذبح، فكانت سنة من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنها من بعده نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي أحداث عيد الأضحى المبارك، وهذه هي الأيام التي مضت على نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا شرع الله عز وجل لنا شعائر وأركان الحج حتى تكون نبراسا ومنارة نهتدي بها، وتكون تربية لكل ابن منا ولكل أب منا أن يمتثل لأوامر الله عز وجل، وليعلم علم اليقين بأن أوامره كلها رحمة للعباد، وأنه لا ينفذ أمر ولا يقع شيء على هذه الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما امتثلنا لها فكان الفرج من الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ معه السعي أي اشتد الولد وكبر قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لم يتأخر عن تنفيذ أوامر الله عز وجل. وكذلك كان رد التربية، هكذا ينبغي علينا أن نربي أبناءنا. لم يعترض الابن على أوامر أبيه ولم يقل له: ماذا تريد أن تفعل؟ إنما أجابه فورا بلسان البر: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا هي التربية، وهكذا هي الدروس القرآنية التي أوردها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في هذا اليوم المبارك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، اليوم يوم الصلة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم إراقة الدماء لمن كان مستطيعا. أما من لم يكن مستطيعا فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين فقال هذا عن نفسي وهذا عن أمتي. فحري بنا أيها الإخوة الأكارم لمن كان مستطيعا أن يطبق هذه السنة وألا يتخلف عن تأديتها، لأنها نسك من مناسك المسلمين. ولذلك سمى الله عز وجل هذا اليوم بعيد الأضحى المبارك الذي يضحي فيه المسلمون من الأنعام التي قد أنعم الله عز وجل عليهم بها. فمن كان عنده سعة فليبادر ولا يتأخر في إحياء هذه السنة، وليتصدق بها على فقراء المسلمين، ولا ينسى أيضا نفسه منها، فله أن يأكل منها الثلث وأن يتصدق بباقيها، وله أيضا أن يأكل نصفها ويتصدق في نصفها، لكن الأفضل أن يبقي لنفسه الثلث وأن يتصدق بالباقي. وتوجهوا بقلوبكم إلى الله علها أن تكون ساعة استجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده مباركا ميمونا، لا تدع بيننا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وتقصيرنا ظاهر لديك. اللهم فرج عن الأمة من الهم والغم ما لا يفرجه عنها أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم أد الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين موقنين بنصرك وفرجك يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهلنا في السودان وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين المجرمين الكافرين. اللهم عليك بطاغية الشام ومن أيده أو ناصره أو كان في صفه يا قوي يا متين. اللهم وهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير الاستجابة. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك بشر ما استعاذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.